لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، حبي جمال فتنا. ايوه اتجوزت صغيره سن 11 سنه ونص. راحت خالتي ما رضيش ابوي يكسف، خدوا الكبره، قال لا ناخد الصغيره نربيها على دينا. يبقى خدوني، ما شفتوش ولا شافني خالص لحد ما جيت هنا. ما كنتش اعرف عن الجواز حاجه، كنت اغني وزغرت لروحي. ايه خبر يا اختك هتتجوز؟ ما عرفش. وانا طيب قالوا لا انت مش هتتجوز. قلت طيب بقيت اغني وزغرت ويلبسوني ذهبي كانه ذهب اختي. الغزال اللي جابوه لي سريه ودلاب وكردان وحلق وخاتم بس. وبعد كده هنجوزك. قلت بقى انا مش هتجوز، انا ملعب. كنت عامله عرايس وما العب بيها وجبتها معايا. بقيت بعد ما جيت بقيت العب برضه بالعرايس في البيت. ايوه شايفيني العب ليه؟ عشان صغير وما لعبتش كده بقيت عقل عيال. طب كنت بتزعل يعني؟ كنت ازعل. ايوه لو خدوا منا حاجه العرايس وكده كنت ازعل. والعرايس دي كنت بتشيلها فين؟ اشيلها في السحاره واشيلها فوق عندي في الدولاب. السحاره دي اللي هي الصندوق ده؟ الصندوق ده الصغير. واطلع بعد ما يمشوا على الغيط اطلع العب بيها. علموني كيف اعجن، وعلموني كيف احلب، وعلموني كيف اخض، وعلموني كيف اصلح بيت. ما كنتش اعرف حاجه خالص، سن صغير. وعدي ويا حيرتي، وعدي ويا حيرتي، من لي رحيم شكوتي في الحب من. يعني كان عندي بتاع 13 سنة 14 سنة بس بالكتير. قالوا لي بشهادة أختي اللي أكبر مني، وأختي اللي أكبر مني قالوا لها بشهادة كانت معهم واحدة ماتت أكبر منها. ما دريتش أنا إن هي عملوا إيه ولا. ساعة ما راح ده قالوا لي سلم على خالك، سلمت على خاله وخلاص. دي ستك وده خالك، سلمت عليهم عادي. يعني كان واحد من قرباتنا وخلاص. ما كنتش أعرف إن ليا قرايب في بندرس أبدا. يبقى ياه قعدوا اتفقوا مع بعضيهم في خلال 3 أيام جابوا الذهب. أنا عبات لا نزلت من فوق، كنت عم أقضي مصالح فوق ونزلت ربط لا شرب لا ماخذة كده وحياتي زي ما أنا لابسة هدوم كده. وقالوا ده أبونا جاي هيعمل لك نص كليل. المرحومة مرزقة بنت عجمي راح السحب من عسل لا شرب كده، قالت أنت قرعة ياك. قلت لها لا بس أنا ما كنتش كنت عم أقضي، ما كنتش فاضي وما كنتش أعرف إن أنا هتخاطب ولا قالوا لي جبنا لك دهب ولا حاجة واصل ولا سألوني ولا 14 يوم، يوم ال15 بقيت في البيت. لما بدا يتثنى، حبي جمال فتنا، أمر ما بلحظة أثرنا، حسن تنا حينما لما بدا يتثنى. اتجوزت سن 14 سنة. ساعة ما تقدم لي أبو جمال، اتقدم يعني بعت مراسيل كعادة يعني يا جماعة الفلاحين في الأول من برا. فحبيت أنا أقول مثلا أنا لسه مثلا صغيرة مش هتجوز دلوقتي. معي أخويا ضغط علي قال لي أمال هتقعد لحد متى؟ ما عندناش بنات تقعد لحد ما تكبر. كل اخواتك اتجوزوا في السن ده، اشمعنى انت اللي عايزه تقعدي لما تكبري؟ بس فيعتبر خدوني من الدار للنار. كنت يا عيني العب، اشيل اللعب وقت ما هم يبقوا موجودين، ما يبقوش موجودين اطلع اللعب والعب. يوم امي كانت تحذرني باللعب كانت تضربني وتقول انت مخطوبه وهتتجوزي، ازاي تلعبي؟ هتلعب وانت رايحه تتجوزي؟ يعني اتعاملت كاني سن كبير. يوم الفرح كان يوم شوم بالنسبه لي. بامانه البنات تبقى فرحانه، انا كان يوم شوم بالنسبه لي. انا كنت طفله ما عارفاش وما عارفاش الحياه اللي انا رايحه لها ايه. اولا تغيير الحياه،
تاني منه ما عرفاش يعني ايه جواز، ايه اللي بعد الجواز. فالبنات بتبقى فرحانه، انا كنت ببكي يوميها دي. برضو معامله ابو جمال لي كان يعني كان بيطلب حاجات مثلا انا مش في استطاعتي، انه طفله، بجانب انه هو برضو كان عايز عقل كبير، وده شيء مستحيل زي ما ذكرت من قبل. فطبعا كان المعامله متعبه بيننا ما بين بعضين، او بالمعنى الاصح مش فاهمين بعضين. هو سنه مختلف عني تماما، ناضج عني شويه، فاهم عني، وعايزني ابا كده، فمش قادر ابا كده لان سني في ساعتها ما يسمحش. ولما برجع لذاكرتي للكلام ده حاليا دلوقتي لما كبرت بتألم. يعني اعتبر حرموني من حقوق الطفوله، اللعب يا عيني. يعني ظلومه، يعني ظلمت، وده خلي بالك اكبر ظلوم واكبر حرام على الوالدين. وانا حاليا بدعي على امي انها جوزتني في السن ده. بس طبعا اللي جرالي مش هخليه يجرالك، ما تخافيش. انا جيت انا صغيره اتبت لك انت، مش هجوزك صغيره زي كده.